اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. وانا عارف ان بقالي اسبوعين ما بنزلش فيديوهات، بس الصراحه دي ظروف خاصه، واوعدكم ان احنا نرجع نستمر ان شاء الله من اول وجديد. فيديو النهارده زي ما انت قريت في العنوان حاجه مميزه لاخواتي اللي في سن ال 18 او المراهقين. بس قبل ما اقولك على شويه نصايح هيغيروا حياتك كمراهق وكشاب لسه طالع الحياه جديد، ما تنساش تكون متاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو الاسبوعي اللي بقدمهولك. يلا بينا نشوف هنتكلم فين النهارده. اهلا بيكم يا جماعه في القناه بتاعتكم. معاكم كابتن سيف، وهنا هدفي ان اخليك احسن نسخه من نفسك جسديا وذهنيا. فقبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. هقول لك النهارده على شويه نصايح هيغيروا حياتك كمراهق، هينقلوك من انسان عادي في مجتمع فاشل زي اللي احنا فيه، هيخلوك من ال1% او على الاقل تبقى سعيد في حياتك. عشان السعاده بالنسبه لي وبالنسبه لك شيء نسبي. انا ببقى مبسوط بالنجاح وبالفلوس، انت ممكن تكون بتتبسط لما تشرب ميه ساقعه. النجاح والسعاده النسبيه، يعني مش لازم يبقى معاك فلوس عشان تبقى مبسوط، بالعكس انت لو معاك فلوس ممكن ما تبقاش مبسوط، انا لو معايا فلوس ممكن ابقى مبسوط. كفايه رغي، يلا نخش في موضوع النهارده. اول نقطه يا حبيب اخوك، حب شخصيتك وتصالح مع عيوبك. لو ما تصالحتش مع عيوبك هتلاقي ان عيوبك بدات تبان، لكن لو تصالحت معاها هتحس ان انت بتحجمها اكتر، والحاجه الكويسه اللي فيك هي اللي بتبان. انا في فتره من الفترات كنت بعمل كل حاجه وحشه ممكن تتخيلها، وبغضب ربنا كتير، وبعمل حاجات غلط في المجتمع بتاعنا كتير، بس في نفس الوقت ما قدرتش ان انا احجب حاجه زي دي. بالعكس انا طلعتها وتصالحت معاها، بس من جوايا كنت بعدل منها عشان نفسي مش عشان المجتمع، وعشان ارضي ربنا في الاول في الاخر. عشان كده حب شخصيتك وخليها بيرفكت على قد ما تقدر. مش بقولك خليك مثالي بالمعنى الحرفي، بس على الاقل صلح من نفسك. تاني نقطه، خلي اهدافك واضحه على قد ما تقدر. يعني ايه؟ يعني ما تقولش انا عايز اوصل على 25 يكون معايا 3 مليون دولار. ده كده هدف مبهم، هدف مش واضح. لكن لو قلت انا كل سنة عايز احوش بس 5000 جنيه، هتوصل على 25 معاك مبلغ محترم. عشان كده انا بفترض ان انت في الكيس العادية اللي اهلك لسه بيصرفوا عليك، لكن لو انت زيي او زي اي شاب حاليا بيشتغل على نفسه وبيعمل حاجة تفيده، فانت في السنة مش هتطلع من اقل من 50,000 جنيه. وانا مجرب بقالي 4 سنين وبقول لك الكلام ده عن تجربة. لما تشتغل على السوشيال ميديا، لما تبيع، لما يبقى عندك فولورز، لما يجيلك اعلانات، لما تهتم بجسمك وبصحتك، هتلاقي ان انت دخلك فعلا بيزيد. وفي الاول وفي الاخر ده كرم ربنا، مهما حاولت ومهما عملت لو ربنا مش رايد انت مش توصل. تالت حاجة، قلل ونظف دايرتك. لو انت قاعد مع 2 فاشلة فانت التالت بتاعهم، لو انت قاعد مع 2 ناجحين فانت التالت برضو بتاعهم. الجملة دي انا ما كنتش بصدقها زمان، بس دلوقتي صدقتها. عملت ايه لما لقيت ان انا دايرتي كبيرة بس المعظم ناس يائسة من الحياة، ناس فاشلة، ناس كل حاجة بتعملها بتلوم الظروف، وابويا وامي وخالتي وستي. واللي انا عملته انسحبت، قعدت في هدوء لوحدي، نضفت الدايرة، عملت كل حاجة، لقيت ان صفصفت اصلا على 3 انفار. 3 انفار هيتصفصفوا تاني عادي، المهم اوصل للي انا عايزه. رابع حاجة ونصيحة مهمة جدا، اعتبر الفشل صاحبك. ان الفشل دايما ما هو الا فرصة للتعلم من جديد. يعني انا دلوقتي هو ببدأ قناة اليوتيوب بتاعتي، عندي دلوقتي 200 سبسكرايبر، والفيديو اللي انا بنزله اللي انا بصوره دلوقتي ده جاب مثلا 50 مشاهدة وما جابش لايكات وما زادتش المشتركين، ده فشل. هل معنى كده ان هو فشل خلاص واقول ان انا مش هكمل؟ لا بالعكس، هكمل وانزل فيديو كل اسبوع لحد ما القناة تكبر. وساعتها الفيديو ده اللي هو جاب 50 مشاهدة هلاقيه جاب 50,000 مشاهدة، عشان الناس اللي اتفرجت على الفيديو اللي اتشهر ساعتها هتيجي تتفرج على الفيديو ده. فعشان كده الفشل ما هو الا فرصه للتعلم. انا دلوقتي مثلا غلطت في الستاند بتاع الاضاءه، غلطت في الترايبود مثلا ووش الكاميرا بتاعي، غلطت في كذا هصلح المره الجايه، غلطت في السكريبت وطولت فيه رغيت كتير هصلحه المره الجايه. طول ما انت بتتطور 1% على الاقل كل فيديو هتلاقي نفسك بتوصل. وهنا مش قصدي على الفيديو، انا قصدي على كل حاجه في حياتك. لو كل يوم اتطورت فيها 1% يا سيدي نص في المية هتوصل. خامس حاجه ودي اللي انا ماستر فيها، اهتم بالمنتال والفيزيكال هيلث. يعني ايه؟ يعني اهتم بصحتك العقليه والجسمانيه. انزل جيم، التزم باكل، هتبقى جسمك كويس. اقرا كتب، اتعلم خبرات حياتيه، عقلك هيبقى كويس، ساعتها انت انسان افضل. طريقه تفكيرك اتغيرت وجسمك اتغير، فبالتالي بقى عندك ثقه، علاقاتك زادت، عارف تتكلم، عارف تعبر عن رايك. فرقت عن اللي غيرك وفرقت عن اللي جنبك. عشان كده على الاقل انزل اتمرن، وعلى الاقل اقرا كتب PDF من على النت. مش بقولك ادفع فلوس يا عم، 200 جنيه في الشهر ادفعهم في اعفن جيم في مصر، بس انزل اتمرن، اعمل حاجه جديده، ما تبقاش قاعد عليها كده. سابع واخر نصيحه ودي اللي انا فرقت معايا شخصيا وتعلمتها متاخر شويه، اؤمن بنفسك دايما.
حب نفسك حب شديد. مش بقول لك خليك مغرور وشايف نفسك على الناس، انا بقول لك حب نفسك. ما تديش فرصه لحد يشككك في نفسك. انت عارف امكانياتك، وانت عارف قد ايه انت شخص كبير وتقدر تعمل كل حاجه، بس انت خايف من راي الناس، خايف تخرج من الكومفورت زون بتاعتك. لا، اخرج واتكلم واغلط عادي. انا لو شفت انت اول فيديو عملته هتضحك عليا وهتموت من الضحك، بس ما عنديش اي مشكله. الفيديو لسه موجود ولسه بتطور وهنزل فيديوهات كتير، ما عنديش اي مشكله. فحب نفسك وخليها صديقه ليك، عشان هي الوحيده اللي باقيه لك، صدقني. وبكده نبقى وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو او استفدت باي معلومه صغيره، اعمل لي لايك على الفيديو، وما تنساش تشترك في القناه عشان نشوف فيديو الاسبوع الجاي. حبايب قلبي، السلام عليكم.